أنا عارفة إنكم بتحبوا الأكلات السريعة، علشان كده هاعمل معاكم النهاردة أسرع وأجمل سندوتشات شاورما بأسرار وتريكات حصرية أول مرة هتعرفوها، هتاخدوا طعم فعلا يجنن. كمان هقولكوا ازاي بأقل كمية صدور فراخ ممكن تزودي الكمية وتعملي مهرجان لسندوتشات الشاورما. الفيديو ده فعلا مفيد واقتصادي وسريع، وأنا عارفة إنكم بعد ما هتعملوها هتكرروها تاني كتير. قبل ما نبتدي اوعوا تنسوا اللايك الحلو بتاعكم للفيديو. في البداية هنستخدم النهاردة بصلتين. البصلتين دول حجمهم متوسط، تقدروا طبعا تزودوا أو تقللوا زي ما انتوا حابين. هنقطعهم جوليان. الطريقة دي سهلة جدا للتقطيع، علشان كده أنا بحب أقطعها معاكم كده على السريع علشان تعرفوا بس أنا عملته ازاي. طبعا بنفرفط البصل من بعضه كده عشان يبقى متفكك، وبعدين هحطه في طبق وهركنه كده على جنب. المكون التاني اللي احنا هنستخدمه النهاردة فلفل. اي نوع فلفل عندك في التلاجة ممكن تستخدميه، يعني متحيريش نفسك في اي حاجة. بنشيل طبعا الحاجات اللي جوه دي وبنقطعه برضو زي البصل كده، يعني جوليان ما تقطعوش قطع صغيرة عشان احنا مش حابين ان هو يتهري معانا. هقطعهم كده. طبعا هتقطعوا فلفل اخضر او الوان او فلفل رومي، يعني اي حاجة عندكم تنفع. كده انا قطعت كل الكمية اللي انا عايزاها. هضيف الفلفل على البصل وهركنهم برضو على جنب. النهاردة انا هستخدم صدر فرخة، تقدروا طبعا تزودوا او تقللوا براحتكم. بقطعه كده بحيث ان هو ما يبقاش رقيق قوي ولا تخين. لو كان تخين ممكن يغلبكم في التسوية، احنا عايزين سندوتشات سريعة تنجز معانا. كمان لو هو رقيق قوي ممكن يبقى ناشف معاكم، في خير الامور الوسط، يعني خليكم دايما في الوسط. هقطع كل كمية صدور الفراخ بالشكل ده. هي الكاميرا بتضخم شوية بس هما حجمهم يعني حلو، يعني متوسط كده مش تخين. خلاص كده انا قطعت كل الكميه اللي عندي، هركنهم على جنب. وهزود الكميه دي ازاي؟ انا جبت بطاطسايه كبيره وقشرتها وغسلتها، واقطعها حلقات برضو رقيقه مش تخينه علشان تستوي بسرعه في نفس زمن تسويه صدور الفراخ. بقطعهم برضو صوابع رقيقه خالص، يعني انتوا ممكن تحسوا ان هي كبيره، لا ده لان الكاميرا طبعا بتضخم الحاجات شويه. لا هي الصوابع دي رقيقه قوي ورفيعه علشان تستوي معانا بسرعه. دول اللي هيزودوا لي الفراخ. تاكدوا ان البطاطس مش ممكن ابدا تحسوا بطعمها اصلا. دلوقتي هنعمل التتبيله الجميله اللي هتودي الشاورما في حته تانية خالص. انا ضفت ربع ملعقه كبيره من الفلفل الاسود، وملعقه كبيره مليانه من خلطه البهارات السحريه، ونص ملعقه كبيره من الملح، وكمان هضيف نص ملعقه بابريكا علشان اعزز اللون. هناخد نص علبة زبادي اللي هي علبة الزبادي الكبيرة، والنص التاني برضو هستخدمه. استنوا بس هنركنه دلوقتي على جنب. انا ضفت عصير ليمونة كاملة، وبعدين ضفت ملعقتين كبار من الزيت، وهخلط الحاجات الجميلة دي كلها كده مع بعض لغاية ما يبقى القوام قدامي ناعم خالص. الخلطة دي على فكرة جبارة، يعني متستهونوش بيها. تمام كده الخلطة بقت جاهزة. دلوقتي انا هخلط الفلفل الالوان مع البصل، وهاخد منهم حبة كده صغيرين يعني حوالي التلت كده وهركنهم على جنب. هرجع للبصل وهضيف عليه باقي البطاطس والفراخ. هقلبهم كلهم كده مع بعض علشان يختلطوا بس مع بعض. وبعدين هروح اجيب الخلطة الجميلة اللي انا هتبل بيها وهحطها كلها كده على الحاجات دي، ولازم نخلطها كويس. انا بفضل استخدم ايدي علشان اتأكد بس ان الخلطة مغلفة كل الفراخ مع البصل مع البطاطس مع كل حاجة. الخلطة دي على فكرة بتمتص بسرعة خالص، يعني انتوا لو عندكم وقت ممكن تسيبوها ساعة في التلاجة. لو مش عندك وقت يعني اعملي زي كده. لو ما كانش عندي وقت وهقول لكم ازاي احنا نخليها تشرب من الخلطة دي برضو بسرعة. رحت على البوتاجاز وحطيت شوية زيت، ولما سخن الزيت هننزل بالشاورما، لكن مش هننزل بيها كلها، هناخد شوية شوية. يعني انا خدت حبة زي ما انتوا شايفين وما قلبتهمش، واستنيت لما يتغلفوا، وبعد شوية ضفت شوية تاني، ومش هقلبهم برضو، هستنى لما يتغلفوا كده يعني ياخدوا صدمة من تحت. وبعدين هقلبهم مع شوية اللي هم كانوا في الاول علشان برضو ما يتلسعوش من تحت، خلوا بالكم. وبعدين هضيف شوية برضو من الشاورما. انا ضفت الباقيين كلهم لان الشاورما عندي ما كانش فيها ميه، يعني اتاكدوا ان صدور الفراخ تكون ما فيهاش ميه، لان برضو لو فيها ميه بتعمل ريحه مش لطيفه. دلوقتي انا هسيبهم الاول ما بقلبهمش، لكن بعد شويه انا رجعت اديتهم تقليبه. برضو مش هقلب كتير، يا دوب تقليبه، وهسيبهم شويه برضو على النار. وبعدين هرجع اديهم تقليبه كل دقيقه كده، برجع اديهم تقليبه على السريع. بصوا كتر التقليب ده بيخليها تستوي، يعني متقلقوش، الشاورما الفراخ بتستوي والبطاطس بتستوي، كله بيستوي مع بعض، وما تقلقوش خالص. علشان كده احنا من وقت للتاني بنروح نديلهم تقليبة. طبعا كل شوية الحجم بتاعهم بيكش وبيقلوا.
خلاص اول ما اوصل لمرحله اني اتاكد ان البطاطس خلاص استوت، انا بختبرها طبعا بالشوكه، وبختبر برضو الفراخ اهي استوت وزي الفل. خلاص كده اخر حاجه انا هعمل تركه كده جميله. هجيب ملعقه صغيره من السكر واحطها في النص كده واقلب فيها. احنا بنكرمل السكر، صدقوني الحركه دي بتديله طعم كده جميل خالص، يعني يغنيكم عن الكاتشب، احنا مش بنستخدم كاتشب. وبعدين جبت ملعقه صغيره من خلطه البهارات السحريه برضو حطيتها في النص وهقلبهم مع بعض. بصوا الطريقة دي يعني الحتة الأخيرة دي اللي أنا ضفتها بتخلي الشاورما كلها طعمها جميل جدا جدا، حتى لو انتي ما سبتهاش تتنقع شوية في الحاجات دي بتفرق كتير التركة الأخيرة دي. اخر حاجه انا ضفت شويه البصل والفلفل اللي انا كنت راكناهم على جنب علشان انا محتاجه انهم يكون فيهم سنه قرمشه. في الاخر الاضافه دي بتخلي الطعم برضو قوي جدا بتاع الخضار اللي احنا ضفناه في الاخر. في الوقت ده انا طفيت النار وعملت حفره كده في النص، وهجيب انا بستخدم الفحم سريع الاشتعال ده، انا بجيبه من عند العطار على فكره، انضف واسرع بكتير من الفحم العادي. وسخنتها طبعا الفحمه دي، وبعدين حطيت عليها نقطتين من الصوص اللي هو كله زيت ده اللي هو نازل من الشاورما. دلوقتي هنعمل الطحينة. انا ضفت شوية طحينة وبعدين اخدت نص علبة الزبادي اللي انا كنت راكناها على جنب، وبعدين هضيف عليها شوية فلفل اسود حاجة بسيطة خالص، وربع ملعقة صغيرة من خلطة التوابل السحرية بتاعتي، وفص توم واحد بس او نص فص، يعني حاجة بسيطة خالص من التوم ما تكتروش. وبعدين ضفت ملعقتين كبار من الخل، وممكن تضيفوا عصرة نص ليمونة. وبعدين هقلب الحاجات الجميلة دي كلها مع بعض. هتلاحظوا ان القوام بقى تقيل شوية. هجيب مية مغلية وهضيفها على الطحينة. المية السخنة او المغلية بتخلي الطحينة تبقى ناعمة خالص، وكمان القوام بتاعها بيبقى تقيل. يعني بصوا احنا القوام دلوقتي هتلاحظوا ان هو تقيل، لا لما يقعد شوية تاني برضو هيتقل اكتر من كده. طبعا الطحينة دي اللي احنا عاملينها مع بعض، هحط لكم اللينك تحت الفيديو. خلاص كده الطحينة بتاعتنا بقت جاهزة. هرجع للفحم، انا كنت مغطياه سبتها 10 دقايق بس، وبعدين هنخلطها مع بعض عشان ريحة الفحم تختلط بكل الشاورما. عايزة اقولكوا الشاورما اللي بالفحم دي في حتة تانية خالص. هنبتدي نحشيها بقى. بصوا الساندوتش ده يعني بصوا ده بيضرب في الدماغ على طول. شوية الطحينة دول بيفرقوا جامد. لو عندك مايونيز ممكن تضيفي، لو عندك كاتشب ضيفي، لكن انا مضفتش غير الطحينة وكانت زي الفل، مش محتاجة اي حاجة تانية اصلا. حطيت طبق طحينة صغير كده علشان يعني بنجرنش الدنيا كده عشان تبقى شكلها حلو تفتح النفس. وما كانش عندي خلة فاتصرفت بالسكينة عادي، يعني احنا بنتصرف في اي حاجة. المهم شايفين كل الكمية الجميلة دي، وفضل معايا برضو شوية في الطاسة. يعني مهرجان الشاورما ده من يدوب من صدر فرخة واحد بس. بصوا عملنا كمية كبيرة وفيها بركة. عايزة اقولكوا طعم الشاورما بالطريقة دي في حتة تانية خالص. طعمها بالفحم فعلا رائع اكتر من رائع. كمان احنا يعني بالاضافات الجميله اللي ضفناها دي خلينا للشاورما مذاق مميز جدا جدا. تاكدوا ان انتوا لما هتدوقوها هتعرفوا ان الشاورما دي في حته تانية فعلا. وممكن برضو تقدموها مع السلطة، او ممكن تقدموها مع الرز او المكرونة، مش شرط يعني تعملوها سندوتشات. لو وصلت لغاية هنا انا بشكركم فعلا من كل قلبي. اوعوا تنسوا تعملوا لايك للفيديو. بكرة باذن الله نتقابل تاني مع وصفة جديدة. بحبكم جدا جدا.